معلومة مهمة جدا جاي النهارده ابلغها لكم على الاسكوترات الكهرباء. زي ما انتم شايفين وعارفين ان الاسكوتر الكهرباء بيكون المحرك بتاعه موجود في الفردة الخلفية، تمام؟ حتى بتلاقوه مقفول كده خالص. طب فرضا حصل حاجة في المحرك وحبيت ان انت تصينه، فالصنايعي هيفك طبعا الفردة والجنط عشان يطلع الموتور. طب لما هيجي يقفل، هي دي بقى العقبة اللي ناس كتير ما اتكلمتش فيها ومعارض كتير ما اتكلمتش فيها. النهارده انا جاي اكلمك عليها، لو يهمك تابع معايا في الريفيو. الفرده بتكون فرده والجنط الطبيعي اللي احنا عارفينه، بس في الشفه دي ما بتكونش عاديه، بالذات في الكهرباء بيكون فيها بينهم ماده عازله بتقدر ان هي تحمي المحرك ان هو يوصل له اي سوائل او اي ميه تخش له، تمام كده؟ طب الصنايعي اللي هيحل الفرده دي لما هيجي يقفل، تفتكر ان التقفيل بتاعه هيكون 100% زي المصنع والماده هتكون هي؟ اكيد ده لا، 100% لا. فانت النهارده لازم تكون واثق في مركز الصيانه بتاعك ان هو يكون مؤهل وشاطر في فكره ان هو بيتعامل مع موتور في فرده اللي هو الموتور الكهرباء. طيب فرضا ان انت ما نفعش وانت شاكك ان هو بعد ما صلح لك حاجه في الموتور وقفل، يبقى حضرتك مضطر ان انت لما تيجي تغسل ما تجيبش ميه نهائي في الحته بتاعه الفرده دي نهائي. بس ده مش عملي بالمره بالنسبه لي. قولي ليه؟ حضرتك ممكن تبقى ماشي في طريق يبقى فيه برك ميه، تمام؟ فالفرده مسافه ما هتنزل طبعا هيتسرب للموتور ميه، وده هيؤدي ان الموتور بتاعك انت هتفقده وهيبوظ، طبعا فلوس في الارض، ودي حاجه طبعا مش كويسه. دي كانت معلومه مهمه جدا كنت لازم اطلع اشرحها لكم وافهمها لكم بمنتهى البساطه والهدوء عشان تبقى المعلومه واصله لكم. انتوا فاهمين تاني الفكره؟ الشفه دي لازم عامله شبه بالظبط لما انت بتيجي تحط السيليكون وتقفل عشان ما يخشش اي تسريب. فنفس الفكرة هنا، في مادة بتكون بين الجنط وبين الفردة، فمش أي ميكانيكي يقدر يتعامل في الاسكوترات الكهرباء، لازم تدور على مكان يكون كويس. كل الشركات وكل المعارض بتتكلم ان هم بيبيعوا طبعا، واحنا عارفين انا مش بتاع الكلام ده، ما يخصنيش. انا يهمني انتوا قبل اي حاجه. فالنهارده حضرتك رحت دفعت لك 30 40 50 ايا كان الرقم اللي انت دفعته، فانت اولى طبعا بفلوسك ان انت تتصان. فالموتور الكهرباء زي ما اتفقنا اللي في الفردة مهم جدا، لازم تركز في النقطة دي. يعني حضرتك ممكن لما تيجي تشتري من معرض اسألهم السؤال ده: لو أنا حبيت أسرفز الفردة وحلتولي الموتور، لو لا قدر الله في أي حاجة لما هتقفل تاني، ينفع أنزل في مية ولا ما أنزلش؟ فدي كده إيه معلومة على السريع. طيب السكوتر اللي أنا قاعد عليه ده سكوتر إيه ده؟ السكوتر ده اسمه جولدن كيت، مش كيت كي واي، ده من شركة حوا. هتيجي تقول لي اشتري ده ولا ده، الفرق مش كبير في الفلوس، بس انا من وجهة نظري انا هشتري كيت اللي تابع لشركه كيوي مش تابع لشركه حوا، مع ان الاثنين اساسا جايين عن طريق شركه حوا. طبعا ولا اختلاف الاذواق لفسدت السلع، الفرق بيتكلم ما بين 40 ل 42 في الحدود دي. بس الحلو اللي تابع بقى شركه ابو حوا اللي هو اسمه جولدن كيت، نازل منه كمان نسخه ليثيوم، ودي طبعا حاجه كويسه، وكمان الوات بتاعه 3000 وي، يعني مش 2000 زي اللي ورايا ده بالظبط. اتمنى ان انا اكون افدتكم حتى لو 1%. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وسبسكرايب وشير وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم كل جديد اول باول. ولو عندكم اي استفسار او اي مقترحات حطوا لي تحت في التعليقات، وان شاء الله هرد عليكم. اشوفكم ان شاء الله الريفيو الجاي. تصبحوا على خير، سلام.